للطير، وبالاخص بالعلف. دائما الطير اللي يطير بالبدايه يعني هو فراخ يتغير العلف مالته. نعم تنطي حنطه، تنطي ذره ابيضه مثلا بالبدايه، حتى شنو تذوب الشحوم وتبني عضلات. صحيح. تبني تكبر عضلات الطير، عضلات الصدر. فمن بعد ما يجر وقت خو انت ما تظل على الحنطه يصرفها باول ساعتين. صح. يعني لازم من ينزل تنطي نسبه خبط. يعني لما يطير لثلاثه للاربعه بين يوم او يوميا، خو هذا ما تهلكه يعني انت وراء 40 او 45 يوم. يحتاج غذاء. فدائما قدر الامكان، وخاصه الابتر، لانه الابتر هسه ليش التلك؟ الله سبحانه وتعالى مقدر له ان يتلك من كل مكان جزء. يعني خو يخليه مصلخ. صح. ما يصير حتى يلحق يدفع. زين انت تيجي تقتلع 12 ريشه كبار، كل وحده تعادل ريش الصدر كله. زين وهو يطير جهد، وين يلحق يدفع للذيل، يدفع لباقي الريش؟ فانت لازم شويه تعوضه بالفيتامين مثلا، تعوضه بالاكل. من يستقر ويبدي يجلس الطير، يعني تحفظ ذباته. مثلا اكو طيور بالبدايه، بدايه التخريج مالتها والفزه، يجي يجرب بال10 يذيب، ب12 يذيب، بالوحده يذيب 12 ونص، يعني يسوي له فد 10 ذبات. هذا ما ينشبع الطير. حلو. بس من يبدي يجلس الطير يعرف مستواه، من يطير الصبح لحد الساعة 3، يجي قبل ال3 يجرب مرة ويزود نص ساعة. شوف الطير يزود نص ساعة، ساعة، نص ساعة، ساعة. فدائما الطير الذكي شو يسوي؟ إذا البارحة باقي للثنتين، اليوم ما يذب قبل الثنتين، يذب الثنتين ويبقى للثنتين ونص. الذبة هاي تعبره نص ساعة و3/4 ساعة. هاي الطيور بدأت تجلس. لما يجي مرحلة الجلوس انت تبدي العصر من ينزل تشبعه، حتى يحافظ على لياقته، على صحته، دفع الذيل، باقي الريش.